ضمن إجراءات الاحتلال العنصرية المتواصلة لتضييق الخناق على المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم، باشرت آليات الاحتلال دون سابق إنذار بتدمير وإزالة أكثر من 44 بسطة من الخضار والفواكه ومنشآت تجارية بشكل كامل وصادرات محتوياتها بعد إغلاق حاجز الجلمة أمام تحركات المركبات وتنقلات المواطنين. احنا عم لنا بساط هنا من الجلمي والواجنين، من بسطة خضرة، من بسطة خضرة بتيجي من إسرائيل من عمان مشتريها، خضرة بنجيبها من قباطي بنبيعها هون للعمال. أنا عندي ببيع مي باردة إكسل بلو برادات أبو 15 20 براد وأكياس نايلون. جيت هذول حملت طلعت قسم منهم برا وقسم حملته في عربية تطلع فيه منعوني، ما سمحوا لي، كله حملوه بالكماشي وكبوه. طبعا محمل مي وإكسل وبلو. إحنا بدون سابق إنذار لا أجوا قالوا لنا قيموا ولا بالاتفاق معهم. هاي البسطات انحطت بالاتفاق معهم عن طريق الارتباط الإسرائيلي والفلسطيني، بالاتفاق معهم عن طريق التجار، وخلونا نبسط هون بدون احنا بندفع أجرة وبندفع يعني ضامنينها منهم ضمانة، يعني عشرات ألوفات الشواكل اللي راحت اليوم بدون سبب، بدون إنذار. أصحاب هذه البسطات يعانون بشكل يومي لإحضارها نتيجة ظروف الحياة الصعبة وقلة العمل من أجل بيع محتوياتها وسد رمق أطفالهم، أدى إلى إلحاق خسائر مادية فادحة بهم، علما أن عشرات العائلات تعتاش على هذه البسطات المقامة منذ سنوات. اليوم صباحا قام الاحتلال فاجأنا الاحتلال بإقامة هدم بسطات على قرية الجلمي أمام حاجز الجلمي، وقاموا بأخذ هذه البسطات. لا يكفي هدمها، بل قاموا بأخذ هذه البسطات حتى لا يتم التعويض. هنالك خسائر بمئات ألوف الشواكل لأصحاب هذه البسطات والمواطنين من قرية الجلمي والقرى المجاورة. وللمرة العاشرة على التوالي يهدم الاحتلال مصدر رزق المواطنين في نفس المنطقة، ويمنع أصحاب العربات والبسطات الذين يتواجدون عند حاجز الجلمة من الوقوف هناك، حيث ينتهج سياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين وسرقتها وتحويلها إلى مناطق عسكرية أو أراض تابعة للسيطرة الإسرائيلية والمستوطنات بحجج أمنية واهية. يحارب الاحتلال الوجود الفلسطيني عبر ملاحقة المواطنين في مصدر رزقهم وقوت عيشهم لاقتلاعهم من أرضهم وجعلها لقمة سائغة لمشاريعه الاستيطانية. من حاجز الجلمة شمال محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.